أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متتبعي قناة الدبلوماسية الوطنية. قال لي الكيف البقر والحمير تزعرت. ذباب وإعلام الصرف الصحي ديال مخابرات الجزائر والنظام العسكري ووصلوا الصاد من الطريقة اللي تعتقل بها مادورو، وغادي نوريوكم واحد العينة من الجزائريين اللي صبحوا مرعوبين وخايفين من الاعتقال ديال مادورو. ولكن قبل بغيت نوريكم الرعب اللي كيعيشوا عبد المجيد تبون. شوف. أجدد الترحيب بكم والوفد المرافق لكم في الجزائر. فوكس نيوز عن مصادر عسكرية أمريكية ضربات عسكرية أمريكية على فنزويلا الآن. إذن فوكس نيوز تنقل عن مصادر عسكرية. أجدد الترحيب. حسن هوانك ودي تبون، وانا والله ما عرفت كيفاش غادي ندير لك ولا غادي نقول لك. دابا غادي ندوزو نسمعوا الشياته ديال النظام الجزائري، وغنبداو بهذا الكيوت هذا. ليكيب امريكان دخلوا لفنزويلا وداو مادورو، داو البريزيدون تاعها ديريكت. دخلوا البلاد وداو البريزيدون تاعها. ليكيب الامريكان دخلوا لفنزويلا وداو البريزيدون ديالها، رفدوه داوه دخلوا البلاد. كمل مالك مخلوع. كان يصوتي مادورو ويقول لهم بلي انا عندي غاشي معايا والفنزويلا وحنا وهذو امريكان. اللي كي كان يصوتي مادورو ويقول لهم حنا الغاشي معايا ومعنا هذا ومعنا هذا. دابا هذا الجزائري اش كيقصد؟ راه كيقصد النظام ديالو اللي كان كيصوتي، ولكن هذا ما قدرش. دابا انا غادي نشرح لكم هذا الشيء علاش كيدار دابا. ما يقدروش يهضروا عليا وما يقدروش يديروا. امريكان زاد بروفات باللي تقدر تدخل لبلادك تدي الكرايس وتروح. شكون اللي كيقول لهم يا بو صبع، راه هاد العنتريات اللي كنديرو راه يقدروا يجيو يهزوا لينا الرئيس ويروحوا من الاخر تو سامبلومون. كمل يقدر يهضر؟ بقاو غير هذوك دوكا بقاو غير هذوك اللي يدعوا لهنا. اللهم خذ بحقي دونالد ترامب، اللهم كذا اللهم كذا. عليه بقاو صحاب الفاتحه هما اللي كاينين عندكم. فنزويلا راه ماشي مسلمين. هذا كيدير لنا قراءه استباقيه للوضع في الجزائر في حاله اعتقال تبون وشنقريحه. اقسم بالله انه يقوم بقراءه الوضع مستقبليا. كمل صح، عندك الحق دعي، بصح ما تكونش في الصف مع امريكان يجوا يدوا الكرايس تاعك من داركم. امريكان كي تقول لك انت وانت تفروها كي تقول لك انت وانت انت تفريوها. كيهضر على الاتفاقيه والامر اللي عطاتهم امريكا باش يتصالحوا مع المغرب وما فراوهاش. فهمتي؟ كيلمح البصبع على ان ساعتنا سالات. كمل يا ولدي. ديروا هاك كي تقول لك امريكان ريح عاقل ولا نجي نبدا نسطر كي نحب في بلادك، غير ريح عاقل. ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان معكم أحد ذباب عبل الإلكتروني. دابا الذباب الإلكتروني هو مقتنع داخليا أن النظام ديالو برهوش وكيتبرهش وما بغاش يبرك عاقل، وكيعرف أن أمريكا جاية. نشوفوا واحد الإعلامي أكبر خراط وكل القرارات كيحورها كيفاش غيتعامل مع هذا الخبر. عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي برأس نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا، استغرق الأمر بالنسبة لها 2 أو 3 فقط من الزمن حتى تأتي به هو وحرمه من القصر والبيت الذي يقطنان فيه. ولكن لماذا كان مادورو يرقص ويتحدى ويعاند في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويخرج ليلا ويسوق بأن فنزويلا آمنة وهو لا يستطيع أن يؤمن نفسه؟ الأكيد أن الرجل تعرض لمؤامرة أو لخيانة داخلية. هذا راه جاب لكم طريقة أخرى. كيقول لكم لو قعدنا في الجزائر راه كاينة مؤامرة ولا خيانة. بداو كيفرشوا للعملية ما بعد اعتقال واختطاف تبون وشنقريحة.
على انه غتكون فيه مؤامره وخيانه. كمل كمل يا استاذ. مكنت الجيش والمخابرات الأمريكية من الوصول إليه في المدة الوجيزة التي شاهدناها جميعا، بدون التقليل أيضا من الإمكانات الأمنية والعسكرية الكبيرة للولايات المتحدة. هنا كيدوز جوج ديال لي ميساج في وقت واحد، كيقول لك ان الخيانه والمؤامره كان جزء، والجزء الثاني هو اننا ما نقصوش من القوه ديال امريكا عسكريا واستخباراتيا. واخا كمل يا استاذ. الأمريكية. بعيدا أيضا على السؤال المتعلق لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تعير اهتماما للأمم المتحدة، لمجلس الأمن وللقانون الدولي، لأنه بالنسبة لها أمريكا هذه الأمور هي أدوات من أجل تحقيق وبسط سيطرتها ونفوذها وجبروتها إن صح التعبير. هادشي اللي غيدار لينا في المستقبل راه ما نعولوا فيه على مجلس الامن ولا الامم المتحده ولا روسيا ولا الصين ولا جنوب افريقيا. امريكا دوله متجبره، حنا عديانها راه غدير فينا هادشي اللي بغات. ايوا فينا هي العنتريات والجيش الجزائري لا يقهر وسنقوم وسنفعل وكذا وكذا، والرعب في وجهه يا صاحبي. الرعب شوفوا وجهه، شوف والله الا الرعب. كمل باقي عندي شي نويطه. ولا تنظر أمريكا إلى هذه الأمور على أنها كابح لها في بعض الأحيان. لا تريد أن تجعل من القانون الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة أدوات أو عراقيل لتحقيق أهدافها. أيضا نسأل لماذا أمريكا قامت بهذا الفعل مع فنزويلا؟ من حيث السياق الزمني أمريكا تقول بلا ما تبدا تهرب لينا وعلى ان فنزويلا ما عندهاش علاقات مع الجزائر وكذا 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 وهذاك الخريط ديالك وداكشي. فنزويلا والجزائر مع ايران ضد الامن واستقرار العالم، نقطه الى السطر. انظمه ديال العصابات، أنظمة كتخدم المصلحة ديال المستعمر الفرنسي، نظام عالمي جديد يجب أن يبنى بأنظمة نظيفة مرتبطة بشعوبها، متعايشة مع العالم، لها تشاركات، لها مقاربات، لها شراكات، لها أبعاد سياسية، لها مزج الثقافات والكثير من هذه الأشياء. أما أنك تجيو وتبداو أنكم تحاولوا أنكم ديروا قراءة استباقية وما وراء السطور، تعطيو اشارات اننا سنتعرض لهذا وها كيفاش خصنا نفسروا على ان امريكا قويه، هادشي نساو. الله يرضي عليكم. بارطاجي هذا الفيديو عفاكم، وديروا لايك وخليو شي تعليق زوين، وقولوا لي في التعليق ديالكم واش القراءه صحيحه ولا خاطئه.